قبل ما نسمع مشكلة النهاردة طبعا ما ننساش نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وأتم التسليم، وما تنسوش دعمكم ليا باللايك والشير. ويا جماعة للمرة المليون، رأيكم مهم جدا لصاحبة المشكلة في الكومنت. مشكلة النهاردة من على رسائل صفحتنا. أنا مطلقة ومعايا ولد، وفضلت فترة كبيرة من غير جواز بسبب إني خايفة على الولد ونفسيته، لحد ما الولد هو اللي طلب مني إن عاوز أخوات ليه ونفسه يستقر وعايز أسرة وبيت، وقال لي أنا عايز أب. مع العلم أبوه عايش بس مسافر برا ومش بيسأل عليه خالص ولا نعرف عنه حاجة. أبوه كان عايش معاه لحد 4 سنين بالظبط زي الفل، وكان بيحبه جدا، والولد ما شافش منه غير كل حب واهتمام، بس سافر لظروف، وطبعا حصل طلاق بينا قبل ما يسافر، وهو كان شخص محترم. بس انا عايزه اعرف ايه سبب القطع دلوقتي، وانه يسيب ابنه الفتره دي كلها من غير ما يشوفه. الله اعلم بظروفه، بس مع العلم عرفت من قريب من حد بعيد كده انه عايش وتمام يعني، ولا مات ولا اي حاجه حصلت له. ايه سبب بقى انه يقطع وما يسألش على ابنه؟ المهم بقى مش دي المشكلة كمان. أنا دلوقتي اتجوزت من 2 سنين من راجل محترم، وهو بيشتغل وليه مرتب، وأنا نفس النظام بشتغل وليا مرتبي، ولسه حامل. والفترة اللي فاتت دي كلها كنا بنسدد ديون كانت عليه وعليا، وكان اللي معاه حاجة في البيت بيصرفها، وابني طبعا عايش معايا وهو معاه 3 أولاد صبيان. وكانت المفاجأة وما كنتش أعرف إني هربيهم، بس بعد الجواز هم جولي على طول وعاشوا معايا في بيت واحد وكله تمام، وأنا ما اتكلمتش وقلت يعني إيه أربيهم وآخد ثواب، وربنا يعلم أنا قد إيه تعبانة من الخدمة وبرعايتي ليهم. وطبعا برضك مش دي المشكلة اللي أنا بحكي لكم وقصدي عليها وعايزة لها حل. أنا من كام يوم أبوهم عايزني أصرف كل مرتبي في البيت وما يكونش ليا حاجة خاصة، وطبعا أنا في عقلي عايزة أشيل لابني فلوس لأني ملهوش أي حد خالص، وهو طبعا بيأمن لعياله مستقبلهم وبيشتري لهم وبيجيب لهم كل حاجة، وطبعا أنا اللي بشتري لابني وبعمل له كل حاجة. ولما طلبت منه ان يكون ليا ذمه ماليه خاصه اتضايق جدا وقال لي سيب الشغل. قلت له تمام هعمل اجازه. قال لي لا تسيبيه خالص وتقدمي استقالتك، يعني بيلوي دراعي، وانا شغلي ضمان لحياتي. الله اعلم بالظروف، وانا ماليش اخوات ولا ابني ليه حد خالص، وده كمان اللي مخوفني، لاني لو حصل لي حاجه اعمل ايه مع ابني اللي ملوش حد، مع اني بقول له هديك جزء من المرتب وانا جزء وهو مش موافق، ويقول لي انت مش ملزمه تصرفي عليه، اللي ملزم يصرف عليه هو ابوه، وشغلك ده حقي، وكلام كده كتير قوي من النوع ده. يعني انا ملزومه اصرف على عياله وابني لا؟ ازاي؟ اسفه على الاطاله، بس عايزه اعرف منكم هل هو من حقه ان يطلب فلوس من مرتبي وانا ملزمه اللي اصرف ولا لا؟ وانا مش بكلفه ولا مليم لابني نهائي، وهو يقول لي ابوه ملزوم منه. طبعا الكلام ده مش داخل دماغي خالص، وانا طبعا ما بتكلمش مع حد خالص، واول مره اطلع احكي واشتكي. وطبعا الرساله دي انا بعتها الاستاذه ورده لاني بحبها جدا وبحترمها، لاني محتاجه رايها ورايكم انتوا كمان. يا ريت تفيدوني اعمل ايه مع الشخص ده، اتطلق ولا افضل معاه؟ وهو مش من حقه انه يقول لي سيبي شغلك، ومش من حقه كمان ان هو يقول لي ان اصرف الفلوس بتاعتي على البيت وعلى عياله وابني لا لان ابوه ملزم منه. ارجوكوا ساعدوني وقولوا لي اعمل ايه مع الشخصيه الغريبه دي، ويا ريتني عشت لوحدي. ودي كانت مشكله النهارده، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.